لا يمكن الفصل عضويا ما بين الحركة الإسلامية وما بين الجيش السوداني، لأنه الناجي عبد الله المتحدث نفسه هو اللي كان المسؤول من اختيار الضباط الذين يذهبوا إلى الكلية الحربية. يعني لو أي كشف للضباط الذين يذهبوا إلى الكلية الحربية ما تم تنقيته وتم الفحص من قبل الحركة الإسلامية وبالتحديد من الناجي عبد الله نفسه، لا تستطيع أن تدخل الكلية الحربية. فبالتالي من 89 وحتى تاريخ هذه اللحظة لا يمكن أن يدخل للكلية الحربية إلا الإسلاميين فحسب. فبالتالي هم حولوا الجيش لوحدة من أدواتهم، أو يعني كل الجيش أصبح الآن جيش الحركة الإسلامية في السودان. فبالتالي لا يوجد جيش وطني مثل الحرس الثوري في إيران. فهذا المنهج بتاع الإسلاميين في الدول عندما هم يستولوا على السلطة يحولوا الأدوات العسكرية كمطية أو كأزرع بالنسبة لهم في تنفيذ أجندتهم. فبالتالي لا يوجد جيش الآن في السودان، الموجود هو جيش الحركة الإسلامية ويأتمر بإمرة علي كرتي.